اهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير. انا هعمل الفيديو ده للعملاء بتوع قبل ما يكون ليكم ليه بقى، عشان اوضح لكم باختصار ايه الفرق بين اللوجو والبراند. وده هيوفر عليا كتير لان الاتنين مختلفين تماما. وتعالى اوضحها لك بطريقة بسيطة. البراند بيتكون من عناصر كتير زي اللوجو والالوان والخطوط والاشكال وهكذا، ومن ضمن العناصر ديت اللوجو. هيجي واحد ويقول لي برضو يعني البراند مش هو اللوجو. يا عم بقول لك لا، تعالى اوضحها لك باكتر. مثلا لو ده اللوجو بتاعي وجيت خفيته بالشكل ده، تقدر تقول لي البراند ده ليه؟ طبعا مش هتعرف، لان مفيش اي الوان ولا خطوط ولا اشكال تقدر تميز منها البراند. لكن لو جينا هنا وعملنا نفس العملية وخففنا اللوجو، هتقدر تتعرف على البراند من الالوان او الاشكال او الخطوط وهكذا. فاللوك هو جزء من البراند، فلازم لما تيجي تعمل هوية بصرية لشركتك تربط جميع العناصر ببعض، بحيث لو غاب أي عنصر من الهوية البصرية في المشاهد أو الجمهور يقدر يتعرف عليها من باقي العناصر. وبس كده يا سيدي، وما تنساش اللوجو مش هو البراند.